فرنسية في قلب مصر الجديدة. الكوربة يا صديقي. التحفة المعمارية. المعلم البارون بنى قصر البارون علشان يكون يبص على القربة كلها. القصر اللي كان على يمنا القربة كلها من الناحية الشمال. ده تري ترانك فوق فودافون على طول ده. واهلا بيكم في القربة. القربة ميزتها ليها طابع خاص كده بتحسه أول ما تدخلها، بتحس إنك دخلت في الزمن الكلاسيكي الأبيض وأسود، تعيش كده الروح القديمة التسعيناتي دي. إيه رأيك في القربة يا باشا؟ تحفة، تحس بجد حتة من فرنسا جوه القاهرة بجد. كل حاجة جواها والديزاين بتاع المباني، الاركتكتشر، كل حاجة تحسسك إن أنت حتة فعلا من فرنسا جوه القاهرة. احنا كده داخلين على واحد من أعلام القربة، كنيسة البازيليك، نفس كاتدرائية آيا صوفيا، واخدة من نفس الطابع. وبيقولوا ان في نفق بينها مرتبط بقصر البارون، عشان البارون إمبين كان ينزل يروح للكنيسة على طول. هو اصلا البارون بنى القربة، بنى القصر هناك الناحية التانية علشان اعلى نقطة يعرف يشوف منها قدام القربة كلها. كمان برضو معلومة، قصر البارون كان زمان يقدروا يشوفوا منه الاهرامات، هتلاقيها صورة موجودة جوه. تحس يا اخي كل ما تقدمنا بالزمن وبقت المودرن مفيش فيها تفاصيل، فاهم؟ لكن زمان كانت الجماليات بالتفاصيل. حقيقي المباني القديمة دي ليها طابع كده برضو مختلف مهما تقدمنا بالتكنولوجيا. بالظبط زي الفن مثلا. الفن زمان في تفاصيل وتعب، دلوقتي تشوف فنانين يا اسطى على الانستجرام بتلاقيهم لطشوا هنا على هنا لطشوا هنا على هنا، بتلاقي يقول لك دي لوحه فنيه. زي فاكر انت اللي باع اللوحه اللي جاب موزه ولزقها ده؟ ايوه عادي، هو بيقلب اللوحه ده. اجواء زمان ديت فيها روح يا جدعان. تخيل اكون صاحي على البلكونه كده، اصحى اعمل قهوه على الفيو الجميل. يا جدعان انا غلط ان انا اكون في الجيل ده. جين زد ايه يا جدعان؟ الواحد دلوقتي مش عايز، خلاص كفايه عربيه، احنا نطلع نستكشف، نشرب قهوه كده، نتمزج بقى، عايزين لحظه كده، فاهم ايه؟ هدوء، نتامل الجمال اللي حوالينا. في هنا بقى شويه مطاعم للاكل تحفه. ده شارع جانبي قهوة أسوان. يلا بينا، احنا هنا في شارع المسلة. يلا ايه ناكل، بعد كده نشوف الدنيا بتقول ايه. ايه يا صديقي، طب تعالوا جربوا. ايه يا صديقي، ايه الدنيا، ايه رأيك في القربة؟ جامدة فشخ. ده بقى واحد من أحلى الأماكن اللي تاكل منها وأنت في القربة. أيوه، فاكهة البطاطس عشان تحس إن أنت في باريس بجد بقى وروما. أيوه بقى. بعد كده نضرب قهوة نروق بقى الكلام. يلا يا أخي، مجرد التمشية في الشارع بتلاقي إن تحس بجمال تفاصيل زمان يا أخي. تعالوا تمشوا كده من عند المترو، لو عايز تيجي على مترو الأهرام، هو أقرب واحد ليهم، وتعالى اتمشى. انت مجرد التمشية ديت تحس بقى بروح زمان وأعتقد زمان،
ممكن تيجي تشتري البطاطس اللي احنا لسه مجربينها، ارشحها لك، تجربه جميله ولذيذه. شوف بقى جمال التفاصيل. الفرق بين التصميم المودرن والهيستوري. بالليل بتختلف. احنا عندنا قاعدين في كافيه 9 to 9. ده بياخد فيو حلو. احنا كنسلنا الكافيه القهوه البلدي، رحنا هناك نشرب قهوه ونستجم على الغروب، وخدت لكم تايم لابس من احلى التايم لابسات اللي انا خدتها. و تقدر يعني احلى اوقات تجيها الكوربه بين الساعه 6 الصبح في الشروق او على الغروب بقى، تستمتع بالدنيا بتغرب، والليل بقى الروقان كله. فانصحك جدا تجي الكوربه. ولو عجبكم الفلوج لايك سبسكرايب للقناه، واشوفكم في فلوج جديد. ايه يا ابو سام؟ ايه يا اخويا؟ يلا بينا ننهي الفلوج. يلا بينا، استنونا في فلوجات تانية كتير في القاهرة جاية. يلا بينا، سلام.